بنلاقي مثلا فيديو مكتوب على الفيديو يتقدم لها في حفله تخرجها. شوف الصدمه، شوف المفاجاه، شوف فرحتها، يا سلام على الفرحه يا اولاد. كلام كده. تعالى يا زعيم انت هو انا هقول لكم على شويه اسرار انت وانت يا خال ما تعرفوهمش. شويه اسرار عن حفلات التخرج اللي انتوا بتشوفوا الفيديوهات بتاعتهم والفيديوهات اللي هم متنتورين هنا وهنا وهنا، وانت بتقول واو وايه الحلاوه والجمال ده كله، وتروح عامل شير للفيديو على طول. تعالى هقول لك الحكايه فيها ايه او الحوار كله في ايه، عشان لازم انت تبقى فاهم ايه ما يدور حواليك ومحدش يستغفلك. يلا بينا. بص يا عم الباشا، طبعا انا وانت يا خال مع نتفرجوا على حفلات التخرج اللي مع نشوفوها على التيك توك ومع نشوفوها على الفيسبوك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي. طبعا في فيديوهات مع تستفزك وتستفزني، وفيديوهات مع تبقى كلها محن وحاجه تجيب الشلل. انا هتكلم في النقطه دي. وفي فيديوهات تانية اللي هي مع تلاقوا فيها البنات مع ترقص وعندهم نمره في الحفله دي وشغالين فيها. انا مش هتكلم في الكلام ده كله ولا ليه علاقه بيه، لان الواحد قرفان اصلا ان هو يتكلم عن حاجه زي كده. وانا بتكلم من مطلق ان احمد عمران صاحب شركه ترند ميديا، احسن شركه في مصر معروفه. انا كده فانا بعمل حفلات تخرج كتير، الشركه بتاعتي بتعمل حفلات تخرج كتير، فانا عارف اللي فيها وعارف الزتونه وعارف اللي بيحصل. يمكن انتوا ما عارفينش الكلام ده اللي انا هقوله لكم. بنتفرج على الفيديوهات مثلا بنلاقي مثلا فيديو مكتوب على الفيديو يتقدم لها في حفله تخرجها. شوف الصدمه، شوف المفاجاه، شوف فرحتها، يا سلام على الفرحه يا اولاد. كلام كده، اقسم بالله كلام كده. اساسا هم بيبقوا مخطوبين من قبلها واهلها واهله عارفين ومهندلين ومظبطين الدنيا خالص، ومعيه بس هي طبعا تكون عايزه تعمل نمره ولقطه قدام صحباتها اللي هم طبعا انت عارف على البنات اللي بصرم اللي هي ما تعمل اللقطه دي. تروح طالعه تقول له هتيجي يا انت هذا عنق تيجي تتقدم لي فين في حفله التخرج بتاعي. يجي العنق طبعا يصدق ايه ما يلاقي الموضوع، يقول لها حاضر يا عم طالما فيها ترند والدنيا هتزهزه معانا والدنيا هتشتغل، يا عمي انا هاجي هتقدم لك في حفله التخرج. يجي العنق طبعا يروح بس يجي لك زي كده ببوكيه الورد، يروح نازل على ركبه. العنق عليه النعمه لو ابوه قال له انزل على ركبك ما ينزل على ركبه، يروح نازل يا باشا على ركبه ومديها قال بوكيه الورد، ويروح فاتح لها العلبه بتاعت الخاتم واديها قال الخاتم اللي هو قال ما يتقدم لي. يا سلام عبط احنا مثلا. طب ما احنا هرشين الموضوع وفاهمين الموضوع، عارفين ان الموضوع اصلا يعني كله اتفاقيات. في عيال يعني عنق مش عنق قوي، عيال اللي هي ما تتقدم واخلص وخلصنا ولقطه وعملتها لك عشان تخف ايه هتنزلي من على ودني ومش عايز اصدع منك ولا نكد. وفي عيال ما تكمل الموضوع اللي هو تلاقي يا باشا الموضوع بالنسبه لهم مميت. لا ده انا يا باشا هقعد على ركبي واطلع الخاتم واديك بوكيه الورد واقعد ابكي والم الناس حواليه واتمرضغ في التراب واشيل الطين على راسي في القاعه واخرب الدنيا عشان اجيب ريتش اكتر. طبعا ده كله بيكون فيك وحوارات يمكن احنا بنشوفوها. انا مش هعرض لكم فيديوهات اكيد انتوا بتشوفوا الفيديوهات دي كتير. يعني نوع تاني اللي هو ايه البت تيجي طبعا يجي ابوها ويجي امها ويجي اختها يجيبوا لهم قال هدايا. يعني الذهب اللي ما تشوفوه ما يتنطور في الحفلات دي عليه النعمه ما ذهب ده معوجه ذهب امها يا ذهب خالتي يا ذهب اختها اللي لسه متجوزه من كام يوم او من كام شهر، وتقول لهم هاتيهم امانه يا خيتي عشان تيجي ابوك يقدمهم لي ولا امك تقدمهم لي في حفله التخرج، وعشان الموضوع ايه ابان ان انا ايه اهلي جايبين لي ذهب. يا عم ماشي ما عندناش مشكله. يجي طبعا يدوها الذهب لا وهي وامها مثلا. يعني انا والله في حفله التخرج قبل كده تلاقي امها امانه يا خي صور لي هنا، خلي الواد يصور هنا امانه يا خي يصور على الذهب، ركز لي على الذهب. ايه يا حجي طب انت جاي عشان بتفرح ببنتك ولا جاي تخلي يعني الناس تشوف الذهب انت جايبه لبنتك؟ ده برضه نوع مستفز وحاجه وحرقه اعصاب. النوع الثالث جاب لها ايفون 15 في حفل تخرجها يتفرج على الفرحه وتتفرج على الصدمه. يا اخوانا ما تتعبونيش والله العظيم صح. الايفون 15 ده برضه يا بتاع اخوها لسه جاي من الكويت يا من السعوديه وقالت له انا يا خيي الايفون دي يقدموه لي في حفله التخرج. يا اما مثلا الايفون اصلا يكون بتاع خطيبها هو جايبه لها برضه في الشغل بتاعها، يعني جايبه لها مثلا من هدايا الخطوبه او جوزها جايبه لها في بتاع، فتدي له اختها تدي لاخوها انا قدموا لي في حفله التخرج. اللي ما يحصل كتير على المخ والله كتير قوي على المخ. وعايز اقول لكم الواحد جاب اخره من اللي بيشوفه ومن اللي بيسمعه ومن اللي بيعيشه. انا عايز اقول لكم في اسرار بالعبيط واسرار كتير على حفلات التخرج انتوا ما تعرفوهاش، بس انا حبيت اطلع اقول لكم شويه صغيرين مفيش غيره والله. لان لو فتحت في الكلام وقلت في ناس كتير هتزعل مني وناس حاصله معاها الكلام ده فعلا، بس انا ما بقصدش حد بالفيديو اصلا ولا اقصد اي حد ايا كان. انا كل اللي انا طالع اتكلم فيه حاجات ما تقابلني على الفيسبوك فبتستفزني، فانا بقولها لكم عشان انتوا برضو يستفزكم الموضوع وتدخلوا تتفرجوا على الفيديوهات دي وتعملوا مشاركات. يا عم فكك ما تعملوا هو مشاركات ليه؟ اعمل الفيديو بتاعنا مشاركه هتستفيد اكتر.